يقول أنه سيسقط الأقساط عن أصحاب العربات البيضاء. من كيف؟ وهذه أقساط من بنك ناصر الاجتماعي وغيره من البنوك عن حق من يتخلى حتى يحصل على صوت في الانتخابات. يقول أن العشوائيات ستقنن لحساب من يقول هذا، حتى لا نستطيع أن ننظم العشوائيات وأن نستبدلها بأمور أفضل. سيترك الناس على عشوائياتهم ويشجع غيرهم أن يقدموا على مزيد من العشوائيات، فلا نستطيع أن نصلح مصر إصلاحا حقيقيا بقدر ما سنكتفي بتغيير مبارك ليصبح الفريق شفيق وزمرته التي تطل برؤوسه الآن. سيسقط ديون الفلاحين، نعم هذا حق، ولكن ماذا سيفعل بالسياسة الزراعية لهذه البلد؟ هذا هو ما يهمني. قبل أن بماذا وعد أيضا؟ وعد بمن هم تقنين أوضاع من بنوا على الأراضي بدون حق حتى يشجع غيرهم أن يفعلوا هذا، في حين أن الثورة منذ الثورة اجتهدنا أن نزيل ما قامت به بعض النفوس الضعيفة من استيلاء على أراضي. إنه نفس المنطق القديم. بماذا أشتري الأصوات حتى تسكت من قبل، والآن بماذا أشتري الأصوات حتى تعطيني أيا كان الثمن على هذه البلد وعلى المستقبل؟ هذا أمر خطير. أنا لا أعتبرها وعود انتخابية، ولكنها أعتبرها رشاوى مرة أخرى ضد حق هذا الوطن في أن يصلح سياساته الاقتصادية والزراعية والتخطيط العمراني. الأمر الثالث أو الرابع فيما ذكرته، إلى جانب الأنا والفردية وإلى جوار الرشاوى بنفس منطق النظام السابق، الحديث مرة أخرى أيضا عن البنية التحتية. هل سنظل نعيد ما كانه مبارك يعتبره من مشروعاته القومية، البنية التحتية أو المجاري أو التليفونات؟ هل هذا ما تحتاجه مصر؟ مصر تحتاج رؤية إبداعية جديدة لتغييرها في الزراعة والصناعة أيا كان من يقدمها، ولكنه ليس هذه الوعود الانتخابية الانتهازية التي تبني على سلبيات النظام السابق. أمر آخر، لم يستطع ولم يجرؤ الفريق شفيق أن يدين النظام السابق بكلمة واحدة، ولكنه فعل ماذا؟ وعد وعودا زائفة أخرى بألا يفعل كذا وألا يفعل، ألا يعتقل أحدا مخالفا، ألا يأخذ الأبناء من عائلاتهم تحت أي مخالفة سياسية، ألا يحظر الحريات، ألا يعتقل أحد، ألا هو ينكر أن يفعل ما فعله النظام السابق. هو لم يدين النظام السابق لأنه ولي النعم عليه ولأن رئيسه المخلوع كان مثله الأعلى، ولكنه يعد بألا يكون مثل النظام السابق. كيف وأنت راقبت طوال هذه السنين ما يفعله هذا النظام السابق من فساد ومن انتهاك للقانون وللحريات ومن من كل الأمور التي تعد بأنك لا تفعل لأن على رأسك بطحة. تعرف أن الناس لا يصدقونك لأنك تنتمي إلى هذا النظام، ولم تتعرض في يوم واحد لضرر منه أنت أو عائلتك أو من يحيطون بك من المساندين، لأنك كنت تخشى أو تخاف أو تحصل على الثمن، وليس مطار القاهرة هو ثمنا مقبولا نقبلك به كرئيس. الأمر الأخير الذي أريد أن أتحدث فيه هو إذا كانت هذه هي رؤية هذا الرئيس برشاوى ووعود سلبية واستعادة لنفس منطق
وعقلية النظام السابق ورمزه، فهو بهذا ينتهك وسينتهك الأمن الإنساني للمصريين، وخاصة في جانبه الحضاري والثقافي. ماذا قال عن الثقافة؟ ماذا قال عن الذات؟ ماذا قال عن الهوية؟ لا شيء إلا مجموعة عبارات من التدين الشكلي. كل شيء بإذن الله، وكل شيء إن شاء الله. وهذه كلمات اعتادها كل المصريين المتدينين بما فيهم إخواننا الأقباط في مصر، ولكن لا يوجد نفسا أو روحا للذات والهوية في هذا الخطاب. إنه أصم أجوف لا يحمل إلا الوعود والرشاوى المادية. لا حديث عن تاريخ، ولا حديث عن مكانة لمصر، ولا حديث عن دور لمصر في إطارها العربي والإسلامي والعالمي، إلا أن الاستثمارات ستأتي جزافا إلى مصر مرة أخرى. لتفعل ماذا؟ لتنتج مصانع كوكاكولا مرة أخرى ولبان وينقلوا إلينا المصانع ذات التلوث الصناعي العالي في ظل روابط التبعية مع النظام الرأسمالي العالمي، ليعيدوا إنتاج نفس النظام الرأسمالي في الداخل القائم على المصالح ورجال الأعمال الذين يمولون حملته ليلا ونهارا، وهم الذين سبقوا وسرقوا خيرات هذه البلد وامتصوا دماء أبنائها. هل سيقدم لنا هذا من جديد منتهكا أمننا القومي بأوسع منيه وأمننا الإنساني الذي قامت من أجل استعادته هذه الثورة؟ يسرق منا هذا مقابل ماذا؟ الكلمة الأمن وكلمة الاستقرار. إن الذي يضحي بحريته خوفا على أمنه لا يستأهل هذه الحرية، وخاصة أن يكون مفهوم الأمن هذا مفهوما أجوف شكلي يخاطب الخوف لدى الناس، والخوف مشروع لدى الناس، والخوف مشروع لدى الناس، ولا أتعالى على خوف الناس ولا على ما يلاقونه الآن.